السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ نسمي الله كده ونصلي على النبي ونبدأ يوم جديد مع بعض بإذن الرحمن. النهاردة عملت أكلة خفيفة كده، عاملة كبدة وعاملة قلية بطاطس وبتنجان وفلفل مقلي. بس نبتدي يومنا كده النهاردة. كان عندي شوية غسيل كده، غسلتهم وهنشرهم. بس قبل ما اغسل كنت انا مطلعة كبدة من الفريزر لحد لما فكت وحطيتها في التتبيلة. حطيت باحب أحط عليها كزبرة ناشفة معلقة كبيرة كده، وحطيت عليها معلقة كمون، وحطيت شطة وبتاع ده ونص معلقة فلفل أسمر، وشوية ملح، ومعلقة دبس رمان كبير، ومعلقة صويا صوص برضو كبيرة، ومعلقة خل، وقلبتهم في بعض. وقطعت عليها برضو فلفل حامي، وقلبتهم في بعض كده كويس، وحطيتها في علبة وغطيتها وحطيتها في التلاجة. اول حاجة كده ان انا ابتدي بقى عشان التتبيلة تبقى طعمها حلو في الكبدة. الكبدة بتبقى عايزة ليها تتبل كده تبقى طعمها حلو. بس سبتها كده، وبرضو ساعتها قطعت بتنجانية وحطيت عليها شوية ملح وسبتها برضو لحد لما اخلص يعني اللي ورايا. كنت ورايا تنشير، نشرت وكنت مروقة الصلاة، بس كان فاضلي بس اكنس الصلاة بس. هي الصالة بس اللي كانت عايزة تتكنس، لان انا امبارح كنت كنسل الشقة كلها، بس الصالة عشان انتوا عارفين الهارك وكل حاجة وقعدتنا فيها واكلنا وشربنا فيها، فتلاقي الارض على طول لازم تتكنس اول باول. بس هنا بقى خلصت كده الكنس، وكان فاضل لي بقى اللي انا سبت الاكل يعني لحد الاخر، اللي هو كله يتعامل مع بعض، اللي انا اقلي البطاطس واحط الكبده على النار، كلهم يتعاملوا في وقت واحد عشان الاكل يبقى سخن. بس هو ده كان غدانا النهارده، غدا بسيط كده وسهل وسريع. بس وشاركت يومي معاكم. متنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم كده. متنسوش اعملوا اللايك وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، مش هتخسروا حاجة لو دوستوا على اللايك. بس هي الصلاة هي بعد ما خلصت ادخل بقى يجي بقى وقت الغدا اروح معلقة على الاكل كله مرة واحدة. سخنت الزيت بتاع البتنجان، عملت بتنجانية واحدة يعني، كانت متوسطة ما كانتش كبيرة. وعملت البطاطس واحط بقى الكبدة في الاخر، كانت طعمها حلو قوي. احط عليها شوية زيت اسخنهم كويس، بعد كده انزل عليهم بالكبدة. بس وكان عندي برضو الاناناس اللي هو الشهد الكبير ده، اللي هو اللون البرتقاني شوية، برضو قطعت حتة كانت مسخة بس حطيت عليها سكر يعني تعمل طعمها شوية. والكبدة هي بقى كانت اخدت من التتبيلة يعني، قعدت بتاع ساعتين، ساعتين ونص كمان في التتبيلة. طبعا اول ما حطيتها كده في الطاسة، طبعا بتطلع ريحة الكبدة الاسكندراني، بتبقى ريحتها حلوة قوي. بس واكلة سريعة وبسيطة كده. بس البتنجان اهو طلع، بس ارش عليه شوية ملح وما اخدش في ايدي يعني نص ساعة. طبعا البوتاجاز اتبهدل انا بحب لما اقلي في بتاع ده، في الحلة اللي انا حاطه فيها البطاطس. بس الفلفل ده الاحمر بيغمق الزيت. فالزيت ده كنت قالية فيه بتنجان قبل كده،